يا صباح الفل. انا عايز اقول لكم عن فيروس جديد، مش جديد قوي يعني، بقاله 3 4 سنين كده نزل، هو مفيش حد واخد باله انه نزل، وللاسف الشعب المصري اتصاب بيه، وناس كتير عندي في الجروب اتصابوا بنفس الفيروس دوت، ومش واخدين بالهم انهم اتصابوا بيه وانهم محتاجين يتعالجوا منه. ايه هو؟ الكسل. ايه توقعت اقول لك كورونا ولا ايه؟ لا لا، هو الكسل فعلا. تعالى اقول لكم على موقف يضحك ويثبت لكم فعلا الموضوع دوت. التخيل انا كاتب بوست منزله على جروب الشغل بحذر الناس منه، من شغلانه نصابه. يا جدعان الراجل دوت، الشغل دوت نصاب، الراجل ده نصاب. ونزلت البوست بتاعه، اتفاجئ ان في ناس دخلت وكلمته واتنصب عليهم وجايين يعيطوا لي، ده نصاب، خد بالك، امسحه، اتكلم عنه. اتكلم عن مين؟ انا بالفعل اتكلمت عنه. اقول له يا عم انت بتقول ايه؟ انا اصلا بحذركم منه، تقوموا داخلين تتكلموا معاه. وبالفعل بهدلت اكتر من واحد عمل الموضوع دوت، وقلت له انت ما قراتش ليه انا كنت كاتب ايه تحته؟ ايه ده؟ لا ما قراتش. يا سلام. طب افتح كده بص مكتوب ايه تحته. يفتح يبص، يا نهار اسود. اللي هو انت فين بقى؟ انت فين؟ انت بتفكر ازاي؟ ف بجد الموضوع مستفز يا جماعه. غلط غلط. انا لما بكون كاتب حاجه بالذات، سيبك مش هقول لك سيبك من اي حد تاني، اي حد تاني في العموم، حتى كاتب لك بوست او كده، البوست في بوستات بتكون معبيه وفيها كلام كتير في الفاضي زي بتاعه الفيس عشان الناس عايزين يجيبوا فلوس. ماشي ماشي، ده ماشي. انما الواتس مفيش ولا واحد بياخد فلوس من الواتس، الا بقى لو انت بتروج لمنتجاتك، ساعتها هقول لك ماشي. بس برضو مثلا انا دلوقتي بقول لك وصف، انا دلوقتي بحذرك من شيء، انا نزلت حاجه المفروض تقراها للاخر. يا جدعان انا الكورس ذات نفسه اللي انا منزله لكم قلت لكم على كل واحد وفايدته ايه وهيعمل ايه. مفيش حد قرأ اي حاجه، وكله داخل يختار وخلاص. بعدها صفصفت الموضوع على 3 كورسات، هتلاقيهم مختارين اختيار تاني خالص. اطلع فوق هتلاقي ان الكورس اللي اغلبهم اختاروه فوق اصلا معمول صفر، مفيش ولا واحد اختاره عشان محدش قرأ. فبجد اذا انت فيك الحوار دوت، لقيت تركيزك ضعف، لقيت إيه نفسك ما عندكش خلق انك تكمل اي شيء للاخر، شوف لك حل. ما تسيبش نفسك كده، غلط. التيك توك هو اللي عمل كده، هو اللي بوظ المجتمع وخلاه كده. حاول تشوف حل، ارجع تاني للعصر القديم، ارجع تاني اقرا كتب. كتاب اصل انا هجيب له ملخص 5 دقايق. يا سلام، هو الملخص ال5 دقايق ده هيفيدك وهيخليك زيك زي اللي قرأ الكتاب من اوله لاخره من جلده للجلده؟ فلا لا. انا في ناس بيستغربوا لا لسه بكتب وورقه وقلم، يقول لك انت عندك تطبيقات على اللي هو الكوكا، اسمه ايه، جوجل كيب والمفكره والمذكره والحاجات ديت. مفيهاش حاجه لما استعمل الاثنين، مفيهاش حاجه لما استعمل الذكاء الصناعي. انا بقولكش ارجع للعصر الفيكتوري، انا بقولك يا عم انت واكب نفسك، ما تخليش حاجه تاذيك. اتفرج على الناس اللي هي محتوياتها حلوه، اتفرج على احمد ابو زيد ووليد طه، الناس الجميله، الناس الجميله دي. سيبك من القرف اللي موجود. فبس كده، شرفت بمعرفتكم يا جماعه، سلام.